هذه إذاعة إرنا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، متابعي إذاعة إرنا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الجمعة 15 من فبراير. كما عودناكم مستمعي ومستمعات الأفاضل، نستهل برنامجنا معكم بنشرتنا للأخبار، يعقب ذلك فاصل غنائي، ثم يقدم لكم الزميل أحمد شريف حلقة جديدة من برنامجه الأسبوعي نافذة ثقافية. المستمعين والمستمعات الأفاضل، أستهل برنامجنا معكم بنشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. السلطات الإريترية تطلق سراح الحاج محمد أبرار عنكر. الإريتريون في واشنطن ينظمون تظاهرة سلمية. وأخيرا، اتفاق مصري جيبوتي على التعاون البحري. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة إرنا. هذه إذاعة إرنا. أفرجت السلطات الأمنية في أسمرة يوم الثلاثاء الماضي سراح الحاج محمد أبرار عنكر، والذي تم اعتقاله بعد انتفاضة مدرسة الضياء الإسلامية في أكتوبر من عام 2017. وكان الحاج محمد أبرار عنكر قد ألقى خطبة غاضبة في مسجد الخلفاء الراشدين في وسط أسمرة، انتقد فيها الحكومة على اعتقالها للشيوخ والمعلمين والنساء والأطفال من سكان حي أخرية على خلفية تظاهرة مدرسة الضياء الإسلامية الشهيرة، والتي اعتقل على إثرها الشيخ الشهيد موسى محمد نور وآخرون. وجاء الإفراج عن الشيخ محمد أبرار بعد أقل من شهر واحد على استشهاد الشيخ إبراهيم يونس في زنازين النظام في أسمرة في 30 من يناير الماضي. نظم الإريتريون المقيمون في أنحاء العاصمة الأمريكية واشنطن في يوم الاثنين الماضي تظاهرة كبرى رفعوا فيها لافتات وشعارات تدعو إلى التمسك بالسيادة الوطنية للبلاد. وجاءت هذه التظاهرة بالتزامن مع ذكرى عملية فنقل العسكرية التي أدت إلى تحرير مدينة مصوع عام 1990. وأعرب المشاركون في المظاهرة عن قلقهم من التوجه الإثيوبي الرسمي والشعبي الذي ينقص من السيادة الإريترية، حيث ظهر رئيس الوزراء الإثيوبي في أكثر من محفل دولي وهو يتحدث باسم إريتريا دون أن تبدي الحكومة الإريترية أي انزعاج من هذه الممارسات. ورفع المتظاهرون لافتات تؤكد بأن سيادة إريتريا هي نتيجة تضحيات تاريخية جسيمة، وأن هذه السيادة يجب أن تكون محل احترام داخلي ودولي. أكدت وزارة الخارجية المصرية بأن التعاون في مجال الملاحة وأمن البحر الأحمر سيزداد بين مصر وجيبوتي، وجاء ذلك في اتفاق بين زعيمي البلدين على هامش القمة الأفريقية الأخيرة في أديس أبابا. الجدير بالذكر بأن البلدين عضوين في منظمة الدول المطلة على البحر الأحمر، والتي تأسست العام الماضي في السعودية. على صعيد آخر، تسلم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي من الرئيس الرواندي بول كاغامي، وسوف تستمر بلاده في رئاسة الاتحاد حتى العام المقبل. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه نشرة الأخبار قدمناها لكم من إذاعة إرنا، وفيما يلي تذكير بأبرز عناوينها. السلطات الإريترية تطلق سراح الحاج محمد أبرار عنكر. الإريتريون في واشنطن ينظمون تظاهرة سلمية. اتفاق مصري جيبوتي على التعاون البحري. كانت هذه نشرة الأخبار مستمعي ومستمعات الأفاضل، قدمناها لكم من إذاعة إرنا. متابعة طيبة أتمنى لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إرنا، صوت مستقل لإريتريا. مستمعين الأعزاء، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. مرحبا بكم إلى حلقة في برنامج نافذة، وفيها سنقدم لكم القراءة التي قدمها الدبلوماسي الكاتب الأستاذ حامد ضرار في مناسبة تدشين حكايات كولونيالي للأستاذ مصطفى محمد محمود طه، التي جرت فعالياتها في العاصمة البريطانية لندن يوم السبت 2 من فبراير الجاري وسط حضور نخبوي لافت.
مع التهنئة الحارة للكاتب الأستاذ طه، والشكر الجزيل للقارئ الأستاذ حامد الذي قدم قراءة حصيفة عميقة كعادته. ونقلا عن صفحة السفير ضرار، يسرنا نحن في إذاعة إرنا الدولية أن نقدم قراءة للقراءة الهامة التي أجراها سعادة السفير، ذلك تعميما للفائدة والنشر، فأهلا ومرحبا بكم. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. يستهل الأستاذ السفير حامد ضرار قراءته بتمهيد جاء فيه ما يلي: قراءة الأعمال الإبداعية هي مسألة أقرب ما تكون إلى القيام بعملية حوار مع النصوص المكتوبة، فالقارئ لا يتوقف بمجرد القراءة معتمدا على ما تراه عيناه، بل يتجاوز ذلك إلى التفاعل مع النص ذاته عبر طرح وابل من الأسئلة على نحو أشبه بممارسة عملية نقدية شاملة غير معلنة. من هنا فإن قراءة النصوص بهذا المعنى تسعى إلى استقصاء مختلف الوقائع المخفية في بنية العمل المختار لغاية استنطاق أي تضارب محتمل بين مواقف المبدع وموضوعات نصوصه. وبقطع النظر عن موضوعية أو محور الموضوع مثار النص أو النصوص، فإن الكاتب أي كاتب يعتمد أو يعمد إلى اتخاذ قرارات من خلال مسار الكتابة، وربما القيام بعملية بحث مضنية تتكئ عليها العملية الإبداعية بمجملها بهدف ملامسة الواقع وإقناع المتلقي برؤية الكاتب حياله. ويكون الأمر أكثر تعقيدا وانفتاحا في أكثر من اتجاه عندما يتصل الأمر بالعمل الروائي، لكونه يمثل فضاءات من التخيل والفانتازيا الذي يبتدعه كاتب النص على نحو لا يتطلب البراهين لتأكيد صحة ما يقول، لكون أن الأمر ببعض الشمولية ينحى لأن يكون من بنات الخيال حتى لو تشابه واقع الأحداث المتخيلة وأبطالها مع الواقع الحقيقي المعاش. هذه إذاعة إرنا. وبالتالي عزيزي المستمع، فإن الهدف من مراجعة النصوص يتوقف على القارئ، فقد يكون الهدف مجرد الاستمتاع العابر أو التدقيق في الرسائل المنبعثة من ثنايا تلكم النصوص. وحتى القراءة النقدية لا تستهدف بالضرورة اصطياد ثغرات في النص وما يكتنفه من عيوب، بل الغاية تتمثل في تقييم العمل الإبداعي وتذوقه، وبصرف النظر عن كل شيء يتصل بشخصيات العمل الإبداعي من حيث التزامها بمعايير أخلاقية أو غير ذلك، فلا تعني محاكمة أبطال وشخوص العمل الإبداعي المكتوب من مخيلة الكاتب اتخاذ موقف منه، لكون الأخير أي الكاتب ما هو إلا مرآة تعكس الأشياء كما هي للقارئ وحسب. وحري بنا هنا التشديد بالقول إن مراجعة النصوص الإبداعية، سواء تعلق النص بالشعر أو الروي أو غيره، يمكن النظر إليها من أكثر من زاوية واعتمادا على أدوات شتى، بعضها تقليدي والبعض الآخر مستحدث على نحو قد تتعدد مداخل القراءة. وفي نهاية المطاف القضية برمتها تثري النص ولا تنال منه، لأن ما يصدر لا يأتي بأحكام قطعية، وكل قراءة بطبيعة الحال تحمل الخطأ والصواب. ومن هنا ومهما يمكن أن يقال عن نصوص حكايات كولونيالي، مع ذلك وقراءتها ينبغي أخذها وفهمها ضمن السياق الآنف الذكر، ولإعطاء صورة عن العمل الذي قدمه الكاتب مصطفى محمد محمود طه. وكسبا للوقت يقول الأستاذ حامد ضرار: سأحاول قدر الإمكان أن نأي عن الركون إلى القوالب النقدية مع تعدد مدارسها، والاهتمام ببعض الملاحظات التي أراها لفتت انتباهي من حيث قوتها ودلالتها، والتي تهدف إلى تحفيزنا للتوجه نحو ممارسة الكتابة لا الهروب منها. فالركون للعزوف والهروب سيحول دون حدوث العملية التراكمية في الأغلب، الأمر الذي سوف لن يساعد في تقدم العملية الإبداعية عندنا بشكل شامل. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. تحت عنوان فرعي يقول الأستاذ حامد: محور الحكايات وارتكازها. يحمل كتاب حكايات كولونيالي في متنه 34 حكاية
تمثل كل منها رواية مستقلة. الخيط الرفيع الذي يربط كل الحكايات هو موضوعة الوطن وإنسانه، وبالتالي مع اختلاف أسماء الحكايات وتعدد زمانها، أي زمان كل منها وأمكنتها، إلا أنها جميعها تعكس في بوتقة بديعة إريتريا وتؤرخ لحقب مختلفة شكلت بماضيها حاضر اليوم. كل حكاية اختصت بجزئية من ذلك الماضي لتقدم معاناة شعب تكالبت عليه تحديات خارجية ومصاعب داخلية من كل حدب وصوب، وتقدم في ذات الوقت صورة ناصعة تعكس بطولات ذلك الشعب وتصديه للأعداء في كل المراحل. ويبدو كما يقول القارئ حامد أن الكاتب مصطفى قد قام بإجراء بحث تاريخي عميق تعقب فيه أثر الهجرات المختلفة للذين قدموا وتصاهروا مع الأقوام التي كانت تقطن مناطق مختلفة من البلاد. فمثلا من أحداث الحكاية الثانية التي تبدأ من الصفحة رقم 15، ومن اقتفاء أثر سيرة بطل تلك الحكاية عبد الله وأجداده المنحدرين من اليمن، ينم إلى علم القارئ وعبر صوت عبد الله الذي يجول في أنحاء شتى، وهو يسوق مهارته في صنع ما يطلبه الناس من سيوف وخناجر ومناجل وسواطير. ذلك الصوت كان يهتف قائلا بلهجة يمنية محببة: صنعا في، أي فيما يشبه أنه كان ينادي في الناس ليقول لهم أنه صاحب صنعة أو حرفة، ليضحي نداؤه ذلك مع الأيام ومع بعض التحريف اسما للمكان صنعفة. هذه إذاعة إرنا. أما في حكاية جنون ملك فقد رصدت تلك الحكاية مسألة استهداف المسلمين من قبل الملك يوهنس ومحاولات تنصيرهم عبر التنكيل والقتل، كما سجلت صفحات الحكاية 16 شكيمة المواطنين المسلمين وتمسكهم بعقيدتهم وإصرارهم على تعليم أبنائهم أصول دينهم. ولم تكتفي الحكاية بذلك، بل تعطي إيماءات عن جذور وأصول الإريتريين، وكون بعضهم قادم من الطرف الشرقي للبحر ومن أصقاع شتى كحال الكثير من الأجناس في أخرى. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. وفي حكاية الصبايا وقنان الويسك الفاخر في الصفحات من 157 وحتى 161 تنجلي أمامنا حقيقة مفادها أن الحظوظ وحدها قد تلعب أدواراً في تغيير مسارات حياة الناس، فإما إلى فلاح دائم أو إلى ضياع أبدي، لتنكشف أمام البشر حلقات مفرغة تؤول بينهم إلى متاهات لا نهاية لها. وهنا وبمنتهى البراعة ندرك عبر ذات الحكاية الحال العاثر لكل من زهرة التي وجدت نفسها ودون رغبة منها مقاتلة بالعافية بمجرد اعتراضها من قبل الثوار وإيقافها من الهجرة إلى السودان وإرسالها إلى معسكر التدريب العسكري دون رغبة منها. ومع الوقت تدخل زهرة في زيجة مع شخص لم تكن تحلم حتى بمجرد الاقتراب منه، ناهيك الارتباط به زوجا وحبيبا مفترضا بسبب اختلاف المعتقد بينهما. وهكذا تتوالى أحداث الحكايات تباعا، حاملة في جوفها مرارات الهزيمة والانكسار ونخوة الثبات والارتباط بأهداب وطن يصعب التحرر أو التخلي عنه، لكونه يمثل كل الأمس وكل اليوم ويحمل ملامح الغد بكلياته الشاملة. هزيمة جبهة التحرير وضياع الآمال وانصراف أعضائها وقياداتها ترويها الحكايات بحسرة وحشرجات مسموعة ومعلومة، فتسود السوداوية وحالة اليأس حتى آخر حكاية في الصفحات 175-178، والتي حملت عنوان سنين الظلمة، تعكس دوام حالك من التشاؤم المقيت، إذ يبدو إدريس خارجا من رحم معاناة بجسم مرهق بعد أمد طويل رزح خلاله في سجن أنهك البقية الباقية من جسده المتهاوي. هذه إذاعة إرنا.
وعلى الرغم من ذلك الإحباط وعتمة اليأس تنبلج إيماءات أمل وتحدي. فأمام عيني إدريس يظهر نصب عواته، فيسمع منه همس بصوت مسموع: لن يبزنا أحد في حفر القبور والسجون تحت الأرض، ولن يبزنا أحد في الإذعان لآمرين بحفر تلك القبور والسجون. كانت زهرة طوال المدة تقف حائرة أمام ضريح أبيض يقف على سقفه شيخان صامتان، ويطوف حول الضريح شباب تاهت ملامح وجوههم ما بين الحيرة والغضب والحسرة. ولكل هذه التي انتهت إليها آخر حكاية في الكتاب دلالات تترك أبواب تأويلها مفتوحة على مصاريعها ولكل الاحتمالات. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. أعزائي المستمعين، أنتم مع إذاعة إرينا الدولية وحلقة في برنامج نافذة، وهذه المرة تطل على عمل ثقافي وهي حكايات كولونيالي للكاتب الأستاذ مصطفى محمود محمد طه، قراءة السفير الروائي الأستاذ حامد ضرار. وفي قراءته لبنية الحكاية يقول الأستاذ حامد: استحضار الماضي، الفلاش باك. اعتمد الكاتب على تقنية استحضار الماضي وتطويعها في أكثر من مستوى وبشكل جيد. فمنذ الوهلة الأولى وفي أول الحكايات ذاكرة الراعي في الصفحات 12 و13 يطل إدريس على القارئ بالعودة بذاكرته إلى الوراء، مستحضرا ما لحق به من أذى نفسي جراء وفاة والده الذي لم يتعرف على ملامحه لصغر سنه، وزواج أمه وهو ما زال في السادسة من العمر. وفي إطار استحضار الماضي يروي إدريس حكايات خاله حامد الذي كان الوحيد الذي يقتني مذياعا، ونتيجة معلوماته وثقافته كان الرجل يحكي لمجالسيه عن الطليان وحضوره خطاب موسوليني في شارع كومبشتاتو في قلب أسمرة، بل ولكونه خدم ببسالة منقطعة النظير في الجيش الإيطالي واقترب من نيل رتبة شامبل، فهو يكره الإنجليز ويمقتهم لكونهم هزموا الطليان وبذلك أفقدوه فرصة الترقي وأضاعوا منه مجال عمله العسكري ليعود إلى مزرعته ورعي مواشيه. نعم، تظهر تقنية استحضار الماضي في أكثر من مستوى. ففي آخر 4 صفحات من العمل يظهر إدريس محاصرا بسيل من الذكريات التي يستحضرها مع تفاصيل رحلة حياة أنهكته ليزداد إرهاقا مع سنوات النضال القاسية التي امتصت هي الأخرى مع ظلمة وحلكة الزنازين عافيته، وتركت غشاوة قاتمة في رؤيته للأشياء. هذه إذاعة إرينا. الراوي العليم. تحت هذا العنوان الفرعي يقول الأستاذ حامد ضرار في قراءته لحكايات كولونيالي: نلاحظ في النصوص وجود راو يتجاوز حالة المراقب المتابع من على البعد ليظهر لنا في أكثر من موقع، راويا عليما يحاول الحؤول دون خروج الشخصيات عبر المسارات المحددة لها بعناية. ولهذه الغاية نجد أن الحكايات اختلطت فيها الضمائر الثلاث: المتكلم والمخاطب والغائب، وفي كل السياقات. صفحة 14 الفقرة الأولى والسطر الأول يقول: زاد إعجابهم به إذ لم يكونوا يعلمون أن السبل قد تقطعت بهم. في ذات الصفحة وفي الفقرة الأخيرة من السطر قبل الأخير يقول الكاتب: انفجر حامد ضاحكا وجميع من كانوا معه، فانسحب إدريس من مجلسهم في استحياء. وفي صيغة ضمير المتكلم نجد في الفقرة الأولى من الصفحة 14 بداية السطر الثاني الراوي العليم يتدخل فيقول: أعرف كل أجداده، ليس من مزقتهم رماح الأمويين في صحارى العرب فحسب، بل حتى أولئك الذين ذبحهم التتار على ضفاف الفرات ودجلة. إذن تعدد الضمائر وتعدد الأزمنة من حيث الماضي والمضارع والمستقبل، رغم ما يمكن أن يحدث من خلال اختلال لجهة لعدم انسيابية وترابط الأحداث في كثير من الحالات، إلا أن التعدد هنا في مستوى حكايات كولونيالي قد خلت من أي نوع من الضبابية، بل وعلى العكس جاءت معظم صور الأحداث متماسكة ومغرية لمواصلة القراءة بمنتهى السلاسة. وسيلاحظ القارئ تعدد صيغ الضمائر على مدار 282 صفحة
من صفحات الحكايات. وماذا عن الأزمنة والأمكنة؟ الزمنكان كما يقول بعض الكتاب. الأستاذ حامد يقول: نلاحظ أن الحكايات استخدمت كل الأزمنة سواء ما تعلق منها بالسنين أو الأوقات، فجاءت الحكايات لتمثل سفرا تاريخيا يعكس وبقوة تاريخ البلد. فقد أضاءت بعض الحكايات نقاطا كثيرة ظلت قاتمة، ومنها عودة تلك الحكايات إلى زمن الملك يوهنس وثورة الدراويش ودخول الطليان والإنجليز والأنظمة الإثيوبية المتعاقبة على إريتريا والجبهة الشعبية ومرحلة الاستقلال. كما حاولت ذات الحكايات سادتي التوغل إلى أكثر من الأزمنة، أي حاولت ذات الحكايات التوغل أكثر إلى أزمان أبعد في محاولة لتعقبها جذور بعض المكونات الوطنية عبر تسجيل زيارات تاريخية إلى مناطق في البحر وما وراءه. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. كان ذلك من ناحية السنين والعقود. أما لجهة الأوقات فيتبين للقارئ أن الحكايات كانت تجري وتحدث في الليل والصباح والنهار على مدار كامل، أي على مدار الساعة. والأمكنة هي الأخرى سادة المستمعين، تعددت وتراوحت ما بين كرن وتسني وأسمرة وصنعفة والبحر حيث مصوع، ومناطق خارج نطاق إريتريا كمدينة كسلا وربما اليمن. صحيح زيارات معظم تلك المناطق كانت في إطار الفانتازيا والتخيل، إلا أنها كانت كافية لنقل القارئ تلك الحكايات وإيصاله ولو ذهنيا إلى تلك المواقع المختلفة. هذه إذاعة إرينا. كنتم سيداتي سادتي مع حلقة في برنامج نافذة، وفيها قدمنا لكم قراءة لحكايات كولونيالي للأستاذ الكاتب مصطفى محمد محمود طه، تقديم وقراءة السفير الكاتب القاص الأستاذ حامد ضرار. وقد جرت فعاليات التدشين في العاصمة البريطانية لندن يوم السبت 2 فبراير الجاري وسط حضور كبير. مرة أخرى سادتي نهنئ الكاتب الأستاذ طه على إصداره الرواية، والشكر الجزيل للسفير الأستاذ حامد ضرار الذي قدم قراءة عميقة متخصصة. نتوقف هنا سادتي على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة لنكمل الجزء الثاني والأخير من القراءة. شكرا لكم على حسن المتابعة، مع تحياتي محدثكم أحمد شريف في التقديم، وتحايا الزملاء فتحي عثمان وبنيام سيمؤون. إلى لقاء. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. في ختام برنامجنا لهذا اليوم إليكم مستمعي ومستمعات الأفاضل موجزا لأهم ما ورد في نشرتنا الإخبارية. السلطات الأمنية في أسمرة تطلق سراح الحاج محمد أبرار عنكر، والذي كان قد اعتقل بعد انتفاضة مدرسة الضياء في أكتوبر من عام 2017، وجاء الإفراج عنه بعد أقل من شهر واحد على استشهاد الشيخ إبراهيم يونس. الإريتريون في العاصمة الأمريكية ينظمون تظاهرة كبيرة دعما للسيادة الوطنية، وذلك في يوم الاثنين الماضي في وجه السياسات الحكومية لإريتريا وإثيوبيا والتي تضر بالسيادة الوطنية. وأخيرا اتفاق مصري جيبوتي على التعاون في مجال الأمن في البحر الأحمر، وهي خطوة ثنائية منفصلة عن جهود المنظمة التي كونتها المملكة العربية السعودية. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، بهذا نكون وإياكم قد وصلنا إلى ختام فقرات برنامجنا لهذا اليوم. أذكركم دوما مستمعي ومستمعات الأفاضل بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicerena@gmail.com. وحتى نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج نافذة ثقافية والبرامج الأخرى لإذاعة إرينا، لكم من زميلي أحمد شريف ومني محدثكم فتحي عثمان، ومن زملائي في الإذاعة في باريس أطيب التحايا، ودمتم في رعاية الله وحفظه. هذه إذاعة إرينا.